تخيل معايا كده ان يظهر لك ملاك ويقول لك على حاجة معجزية هتحصل لك وانت ما تصدقوش. هو ده معقول؟ مارك، الكلام على زكريا الكاهن قبل ما ندخل بقى في حتة انه معقول السؤال اللي انا سألته ده، مين زكريا وايه اهميته في قصة الميلاد؟ زكريا يبقى بابا ليوحنا المعمدان، متجوز واحدة اسمها اليصابات بنت هارون. زكريا كان شغلته ان هو كاهن بيكهن جوه القدس في الهيكل. زكريا كان من فرقة أبية. داود في أخبار الأيام الأول 24 نعرف ان هو قسم الكهنة 24 فرقة، كل فرقة بتخدم جوه الهيكل جوه القدس لمدة أسبوعين. يبقى كده كل الكهنة خدموا على مدار السنة على مدار السنة في القدس. يقال ان وقت ميلاد المسيح كان في حوالي 20,000 كاهن وتقسموا على 24 فرقة، فتقريبا كل فرقة 800 واحد. ويحصل انه القرعة اللي تحصل لل 800 ان واحد بس هو اللي بيخش جوه القدس عشان خاطر يبخر مذبح البخور، والقرعة تقع على زكريا هو اللي يخش جوه الهيكل جوه القدس. ويحصل البشارة اللي احنا هنتكلم عنها، انه الملاك جبرائيل يظهر له ويبتدي يتكلم معاه ويبشره بالخبر اللي مستنيه من بدري، ان هو واليصابات كانوا مش بيخلفوا، وكانت اليصابات عاقر وكبت في السن وهو بقى شيخ. وتلاقي انه الملاك بيقول له الطلبة اللي انت طلبتها من زمان هتتحقق. يعني دي لحظة فارقة في حياة زكريا الكاهن، وهو بيتم اختياره في لحظة معينة مهمة أصلا جدا بالنسبة له. بيظهر له ملاك، يعني يكمل بقى على هيبة المشهد ده، يظهر له ملاك ويقول له أنت هتخلف. ومش هيخلف أي حد، هو هيخلف يوحنا المعمدان اللي هيهيئ الطريق للمسيح. وده من وجهة نظري دور مهم مش بس ليوحنا لكن كمان لزكريا، إنه يجيب شخص الكتاب المقدس يقول ويسوع نفسه يقول لم يولد من النساء نبي أعظم من يوحنا المعمدان. رد فعل زكريا ايه بقى؟ يعني واحنا بنتخيل المشهد المهيب ده الرهيب وهو في مكان لوحده يظهر له الملاك، عمل ايه؟ خليني بس ارجع خطوة واقول انه القصة دي مذكورة في لوقا رسام عرف يرسم المشهد ده ببراعة في مقابلة مع بشارة تانية هي بشارة العذراء مريم، وكأنه القصتين مقابلتين لبعض عكس بعض والاتنين مذكورين ورا بعض. صح. فمتشوف انه نقدر نعمل مقارنة ظريفة جدا بسيطة لبشارة زكريا وبشارة العذراء. الاتنين فيهم اوجه اختلاف والاتنين فيهم اوجه تشابه. التشابه انه الاتنين كانوا ملاك والملاك هو جبرائيل الاتنين. فده تشابه. لانه المكان مختلف زي ما قلنا. زكريا كان جوه الهيكل في القدس في اورشليم لانه الهيكل موجود في اورشليم. أيوة. العذراء كانت في الناصرة. وبنسمع انه لما عرفت الخبر جريت على اليصابات، قطعت مسافه كبيره قوي، نزلت من الناصرة راحت لاورشليم بالظبط. فالمكان مختلف. البشاره العذراء ان هي هتحبل وتلد ابن يسوع، وانه زكريا برضو هيلد ابن وتجيب يوحنا المعمدان. ده تشابه تاني. تشابه. الاثنين لما الملاك ظهر لهم خافوا، هما الاثنين خافوا. وخوف طبيعي صحي لانه طبيعي يخافوا. فكان رد الملاك انه يا عذراء مريم ما تخافيش، ويا زكريا الكاهن ما تخافش. ده طبيعي. انا لو طلع لي ملاك هخاف، وانا كمان اكيد لانه حاجه مش طبيعيه، وانه انا بعمل حاجه مش مستني الملاك يظهر لي فبعمل أيوة. حاجه طبيعيه ولا الملاك يظهر لي اكيد صح هخاف. بس الملاك كان كلامه لا تخف لا تخافي. الاثنين اتبشروا بالبشاره، لكن هنا يحصل الاختلاف الجوهري. رد فعل العذراء مختلف تماما عن رد فعل زكريا مع ان الاثنين سالوا السؤال، بس سؤال زكريا كان سؤال استنكاري، سؤال مريم كان سؤال استفهامي. سؤال مريم كيف يكون هذا؟ ازاي هخلف وانا ما اتجوزتش؟ زكريا قال كيف اعلم هذا، ويبان السؤال هو ولكن ضمنيا السؤال يحمل هنا سؤال استنكاري وهنا سؤال استفهامي. رد فعل الملاك لسؤال مريم كيف يكون هذا ابتدى يشرح لها وقال لها ان انت هتحبلي بالروح القدس، وقعد يشرح لها القصه. صح، رغم ان حاجه برضو مش معقوله ليها كمنطق وفكره، لكن شرح لها ومشيت مع المشوار وفهمت منه وهو شرح لها. مع زكريا لما لها لما قال للملاك كيف اعلم هذا وانا قد شيخت ومراتي كبرت في الايام كبيره، ازاي يحصل ده؟ رد الملاك كان عنيف وكان كانه قضاء من الله انه خلاه يصمت. ليه؟
لانه كان عنده مشكله زكريا انه مش قادر يصدق ان الطلبه اللي طلبها من الله من سنين كتيره ممكن تتحقق في يوم من الايام، عكس مريم. الاختلاف الجوهري كمان يا شادي من وجهه نظري انه قصه زكريا انه يكون كبر في السن ومراته عاقر ما بتخلفش وتخلف، ده نفس القصه اللي حصلت زمان مع ابوه ابراهيم. فالقصه ممكن تكون بتحصل تاني، وعنده المعرفه، عنده النولج ده، مش بس معرفه، عنده الاختبار الحقيقي من ابوه ابراهيم انه كان كبير في السن وساره عاقر وخلفه. والله كان بيقول لساره هل يستحيل على الرب شيء؟ لكن اللي حصل مع العذراء مريم ولا حصل ولا هيحصل. وبالتالي بنشوف انه رد فعل مريم كان مختلف تماما عن زكريا. اختلافات كتيرة وتشابه كتير، لكن بنشوف انه ولوقا وهو بيرسم البشارة للعذراء والبشارة لزكريا ينتهي بالحال انه لما مريم بتروح لأليصابات وتحكي لها بالبشارة انه انا هخلف وهجيب يسوع، بنلاقي انه أليصابات بتقول توبة للتي آمنت، وكأنه أليصابات بتحط المقارنة والمقامنة ما بين اللي آمن واللي ما آمنش. اللي آمن وما آمنش. زكريا للأسف ما آمنش، العذراء مريم آمنت. ورد فعل العذراء مريم وزكريا بعد البشارة مختلف، لأنه زكريا للأسف صمت، ما عرفش يتكلم لأنه مش مصدق، لكن العذراء سبحت الله وجريت على اليصابات زي ما قلت، بس سبحت الله وسبحت الله على قدرة الله، قضاء الله، عظمة الله، رحمة الله، سلطان الله. لكن للأسف زكريا ما عملش كده دلوقتي، لكن لما جاب يوحنا والصمت راح، اتفك الموضوع، فهم الدرس، دخل في علاقة أعمق من الله، فهم شخصيته أكتر، فهم طبيعة الله أكتر، إنه الله كلي السلطان. سبح وما سبحش الله على يوحنا، لكن سبح الله لله ومسيحه اللي هو المسيح. الرسمة اللي عملها لوقا واللي انت حكيتها لنا بالشكل المفصل ده يا مارك خلتني يعني مبهور بالطريقة اللي اتعمل بيها الميلادين والمقارنة دي. بس في نفس الوقت خلتني احس بقى، يعني لو بفكر بقى انا كإنسان عادي بفكر في القصة اخاف شوية. يعني لو حصل حاجة غير منطقية بالنسبة لي وانا ما صدقتهاش بسهولة، هل ده يؤدي الى عقاب ليا، ولا كان زكريا اوفر شويه في الموضوع، ولا ايه دي؟ يعني اشوفها ازاي؟ هل الله بيتعامل بالطريقه دي معايا زي ما اتعامل مع زكريا ولا لا؟ يعني يا شادي انا نفسي اغير السؤال شويه، لانه انا مش عايز يكون التوجه انه انا عايز اصدق نوع من الخوف انه يحصل معايا كده بالظبط. لكن الفكره كلها انا بشوف انه زكريا خسر معامله حقيقيه مع الله كلي السلطان. حتى اسم زكريا معناه الله يذكر، وكأنه اسمه بيدل على طبيعة الله انه بيذكر، وانه فاكر يا زكريا صلاتك اللي انت صليتها من سنين كتيرة، وبيقول لك انا مفيش حاجة تستحيل عليا، انا اي حاجة اقدر اعملها، صدق فيا. صح. فبنشوف انه الايمان هو جزء كبير من وجهة نظري في الحياة المسيحية، اللي من غيره ما نقدرش نعيش ولا نخش في علاقة مع المسيح. الإيمان هو أنك تحط ثقة في شيء أو في شخص، وفي القصة المسيحية بنشوف أنك مش بتحط ثقتك في شيء لكن في شخص، والشخص ده هو المسيح الله. مبهور بالفكرة، وعايز أخد معاك برضو فكرة تانية. يعني الله رغم أن زكريا اتعاقب بالصمت، إلى أنه في الآخر الصمت ده اتفك، وبعدها زكريا اتغير حاله. ولما برضو هحاول اعكسها على حياتنا وحياة المشاهدين كشباب بيتفرجوا علينا وبيفكروا ان انا ممكن اكون غلطت، بس بعد كده الله بيتعامل معايا ازاي. يعني عايز اشوف ده في الانعكاس اللي حصل، التطور ما بين بقى زكريا اللي عوقب بالصمت واللي اتفكك لسانه بعد كده، ده ينعكس على حياتي ازاي كمان. لو انا غلطت قدام شوية انا مفروض اعمل ايه؟ الله مش ضد السؤال، انك تسأل ده حقك، والله يحب انك تسأل، بس مش طريقة السؤال انك تكون تستخف وتقول لربنا ازاي يعني ده يحصل، هو ده معقول يعني؟ بالظبط. بالظبط. يعني بربط قوي بالعهد القديم للنبي حبقوق معناه يعانق، وفي خدمة مشهورة احب الناس تسمعها اسمها عاتبه وانت في حضنه. يوم ما تحب تستفسر عن حاجة او تسأل ربنا عن حاجة، ما توجهش السؤال وصباعك لربنا وتقول له ازاي او ليه، لكن ترمي في حضنه وعاتبه وقول له انا مش فاهمك، انا عارف انا محدود، انت غير محدود، انت صاحب السلطان، فهمني وانا معاك. فرق السؤال بيفرق، لانه فرق السؤال مش بس كسؤال لكن
كدافع من جوه وانت بتتعامل مع الله وانت بتقول له انا مش فاهمك، لانه الله ما ينفعش تفهمه كلية، لانه هو غير محدود وانت محدود. استحالة الغير محدود يقدر يركب جوه المحدود. فطبيعي في حاجات مش عارفينها، لكن نقدر بسهولة نروح لربنا ونقول له انا مش فاهم الحتة دي، انا مش فاهم الموقف الفلاني، انا مش فاهم الحدث الفلاني، انا متضايق، انا تعبان. بس وانت في حضنه، مش وانت بتواجه له اللوم والسؤال ازاي ده يحصل. اللي بيطمني شويه كمان ان لما ببص ان رغم ان زكريا يعتبر غلط والملاك يعني عاقبه بقسوه، الا انه عن طريق زكريا اتى يوحنا المعمدان زي ما انت اشرت في الاول، ودي بركه كبيره جدا. يعني هو الذي يعد الطريق للمسيح. فحتى وانا غلطان الله ينفع يستخدمني ويعدل من طرقي ويطلع مني رغم خطيتي ورغم ضعفي بركه. ده اكيد. والله مش بس صاحب السلطان، لكن الله يستطيع ان يجعل كل الاشياء تعمل معا للخير. الله بيعد المشهد للمسيح، وجزء من اعداد المشهد للمسيح دور كبير منه ليوحنا المعمدان. فالله بيجهز المشهد. الله عمل القصه اللي شرحتها بتاعت القرعه، وانه زكريا الوحيد اللي يخش جوه القدس في الوقت ده بالذات. صح. كان ممكن يخش السنه اللي بعدها، السنه اللي قبلها، لكن كأن البشاره مرتبه ومنسقه ان يجي يوحنا المعمدان في الوقت ده، ويجي ان البشاره تيجي لزكريا بالطريقه دي في الوقت ده. يمكن لو يوحنا المعمدان جه قبل كده، زكريا كان ممكن يبقى مبسوط بيوحنا بس. لكن بنشوف انه في تسبيحه زكريا لما يوحنا جه، تسبيحه زكريا كلها كانت منصبه ناحيه الله ومسيحه. فالله هو اللي عارف الظروف، الله عارف دوافعنا، الله عارف امتى الحاجه دي تحصل، لانه هو الاله الغير محدود، هو صاحب السلطان. عايز اقول لك يا شادي، اوقات كتيره اللي بنسال ليه، في اوقات كتيره فيها ضعف او مضايقه او حدث وحش يحصل معانا، ليه يا رب؟ انا بشوف انه اسهل حاجه عند ربنا المعجزه، اسهل حاجه. صح. وده نقدر نشوفه بسهوله في العهد القديم والعهد الجديد مع شعب اسرائيل والمسيح وهو عايش على الارض. شعب اسرائيل شاف معجزات بعدد شعر راسه، من شق بحر، عمود سحاب، عمود نار، اكل بينزل كل يوم من السماء، معجزات. لكن الفكره ان المعجزات ما قدرتش تغير شعب اسرائيل. شعب اسرائيل ده هو الجيل الاول اللي مات في الكفر بعد ما شاف كل المعجزات دي. اذا المعجزات مش هي بتغير الانسان، لكن العلاقه الشخصيه مع الله هي اللي بتغير الانسان. اراده الله مش راحتنا ولا انبساطنا، مع انه الله بيهتم بانبساطنا ويفرق معاه انبساطنا الارضي والمادي، لكن اراده الله قداستنا، ان احنا نتغير من جوه. وده اللي حصل مع زكريا. فالايمان مش بس انك تحط ثقتك في الله بس، لكن انك تأتمن حياتك لله، والله يأتمنك على حياته. مين هو حياته؟ الناس اللي انت بتقابلهم. فالموضوع رايح راجع. الايمان مش بس انك بتصدق في ربنا، لكن كمان الله بيحط ثقته فيك انك صح. تقدر تشتغل معاه وتكون بتباركه وتمجده، زي ما العذراء عملت سبحته، وكمان زكريا سبحه بس بعد الوقعه اللي وقعها. واعتقد كلنا بنقع، وكتاب مقدس مكتوب عشان خاطر يعلمنا. صح. ودي مش حاجه تعيب زكريا، لانه مكان زكريا انا بتحط وانت بتتحط، واي حد ممكن يتحط في لحظه ضعف، في لحظه وقوع معين، لحظه عدم ايمان معينه. لكن الايمان هو الحاجه اللي تخليك تمسك في ربنا وتقول له انا عايزك، انا معاك، حتى لو انا مش قادر افهم. ده ياخدني لاخر سؤال معايا، هو ده معقول ان الله يستخدمني انا وانا فيا عيوب وخطايا زي ما استخدم زكريا؟ حتى يا شادي لو انت شايف نفسك وانا كمان اوقات كتير بشوف نفسي، ده معقول ان الله يستخدمني انا الانسان الخزفي الضعيف. قيمتي مش في خزفيتي، قيمتي في الكنز اللي جوه، في علاقتي مع المسيح. الله يقدر يستخدمني مش بقوتي، مش بشطارتي لاني ضعيف زي ما انت قلت، لكن الله يقدر يستخدمني لانه الله فيا. يقدر يستأمنني على الناس، يقدر يستأمنني على خليقته، مش بقوتي مش بشطارتي، لكن بقوة وشطارة الله العامل والحال فيا. كل سنة وانت طيب يا مارك. وانت طيب يا شادي.